أوقاتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سنسلط الضوء فيها على آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة حراكا سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا مكثفا يتزامن أيضا مع تطورات متسارعة في سوريا ولبنان وإسرائيل والأردن وإيران، وسط محاولات أيضا لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية ورسم خرائط نفوذ جديدة في منطقة الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات والتوترات على الساحة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله، تتكثف الجهود الدبلوماسية المتعلقة أيضا بالملف الإيراني، مع حديث عن تفاهمات واتفاقيات قد تؤثر بشكل مباشر على شكل المنطقة خلال المرحلة المقبلة. في المقابل أيضا تشهد سوريا تحركات سياسية واقتصادية جديدة، إضافة إلى مساعٍ لتعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار، أيضا مع استمرار التحديات الأمنية والعسكرية. لتسليط الضوء مشاهدين أكثر حول هذه النقاط ينضم معنا السيد يونس بهرام، رئيس المنتدى الألماني الكردي. سيد يونس، مرحبا بك على شاشة روجافا وضمن حلقتنا الخاصة. بداية، كيف تقرؤون الحراك الدبلوماسي والعسكري المتسارع الذي تشهده المنطقة خلال الأسابيع الفائتة؟ تفضل. مرحبا بك وبكافة مشاهدي روج آفا، ومرحبا بروج آفا الجميلة والعزيزة على قلوبنا جميعا. أهلا وسهلا. بداية أستاذ العزيز، طبعا منطقة الشرق الأوسط تحس الآن بتحركات كبيرة، خاصة وبعد الحرب الإيرانية التي ما زالت مفتوحة بين إيران وإسرائيل وأمريكا، ولها أبعاد كثيرة، على أبعاد حتى جيوسياسية في المنطقة، إن كانت في منطقة الخليج العربي والخليج الفارسي، وحتى أيضا على كردستان وتركيا أيضا، أي أن تلقي بظلالها على جميع هذه المنطقة. فلذلك التحركات السياسية والدبلوماسية في هذه المنطقة لها علاقة تامة بكل مجريات وتحركات في هذه الدول، خاصة يعني وأن أمريكا وإيران حاليا باتا على وشك اتفاق مسبق على ما تآل عليه الحرب الإيرانية الأمريكية. فالمنطقة على تغيير، على شكل تغيير كامل، إن كانت في لبنان أو حتى في مناطق الفلسطينيين ضمن الأراضي الإسرائيلية، وحتى أيضا في جغرافية كردستان بجنوبها وغربها. فهناك تأثير كامل، تحرك دبلوماسي يسوقها الأمريكان وأيضا الإسرائيليين، ويحاول أيضا تركيا أن يكون اللاعب الأساسي في هذه الجولات. وما تخص تركيا هي بالطبع تهمها أكثر من كل اللاعبين هي القضية الكردية والمنطقة الكردية، وخاصة بشقيها ضفتي نهر دجلة الجنوبي والغربي. نعم سيد يونس، القاسم المشترك بين التحركات الجارية سواء في سوريا أو لبنان أو إسرائيل، أيضا في الأردن وإيران، ما القاسم المشترك بين هذه التحركات التي تحصل؟ الأردن لها علاقة خاصة بمجريات الحرب الإيرانية الأمريكية، كون أمريكان أجبروا الأردنيين على حفظ سمائها وحماية سمائها من مرور الصواريخ الإيرانية التي تستهدف الإسرائيليين. لذلك يعني كانت الأردن تلعب دورا أساسيا في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، كونها شكلت قبة شبه قبة حديدية استقبلت الكثير من الصواريخ الإيرانية التي كانت ترسل أو تقصف عن طريق سمائها إلى الإسرائيليين. لذلك لن تبقى الأردن بعيدة عن مجريات الأحداث الجارية في الحروب التي هي في منطقة الشرق الأوسط، إن كانت في إيران وإن كانت أيضا في سوريا. النقطة الأخرى التي تلعبه الأردنيين هو الجارة لسوريا، وتربطها مصالح مشتركة وجغرافيا مشتركة، وأيضا هناك يعني
كثافة سكانية من العشائر التي على طرفي الحدود السورية الأردنية مشتركة. لذلك التغيير الجيوسياسي في هذه المنطقة تهم الأردن والحكومة الأردنية أيضا. لذلك فهي بالإمكان أن تلعب دورا أساسيا في ملفات السويداء وملفات درعا حوران. فلذلك هناك يعني حركات بين سوريا والأردن، وإذا كانت إيران على الخط فإذا تركيا ستلعب أيضا على الخط. كذلك مسألة لبنان، فتركيا تحاول قدر الإمكان أن تمنع سوريا بالدخول في حرب لصالح الأمريكان وإسرائيل ضد حزب الله في لبنان، كون إذا خسر وستخسر سوريا في حربها ضد حزب الله، كونها ستقصف أيضا من جهة الإيرانية كل المواقع السورية. فإن خسرت الحكومة السورية في حربها ضد حزب الله ستخسر أيضا قوتها البطشة ضد المناطق الكردية، أي سيكون لصالح الكرد في سوريا. لذلك تركيا تحاول، ونظرا لهذه النظرة المستقبلية، تحاول قدر الإمكان أن تمنع النظام السوري في خوض حرب بالوكالة ضد حزب الله في هذه المنطقة. لذلك تتشابك مجموعة كبيرة من المصالح حاليا في هذه المنطقة. لذلك هذه الجولات المكوكية بين لبنان، أردن، أيضا إيران وسوريا وتركيا. نعم سيد يونس، يعني بناء على ما تفضلت وبناء على المتغيرات الإقليمية، هل يمكن أن نشهد أي تغيرات أو هل هنالك مؤشرات على تغيرات سياسية أو أمنية في سوريا خلال المرحلة المقبلة بحسب وجهة نظرك؟ بالطبع سيكون هناك تغييرات أيضا جذرية في سوريا. تستقبل سوريا إما حرب إقليمية قادمة، خاصة ما قلتها الآن، بإن أقدمت على غزو لبنان بحجة محاربة حزب الله سيكون الضربة القاصمة لسوريا، فلن تفلح سوريا بهذه. وأصلا من أتى بالجولاني إلى سد وسلمه سدة الحكم في لبنان في سوريا هي كانت لأجل حرب استخدامها في حربها ضد الشيعة أو الحشد الشعبي في العراق، وأيضا ضد الحزب الله، أي الأجنحة المساعدة للحكومة الإيرانية. وإن لم يفي هذا النظام أو هذا الحركة أو جبهة النصرة بوعودها التي وعدها بها الأمريكان والإسرائيليين، فسيكون هناك جوانب أخرى سلبية ضده، وسيقام أيضا ضده حركات أخرى من ضمن الحركات التابعة له. وإن أقدم على هذا الحرب فسيخسرها بداية، وسيخسر أيضا تركيا معها. فحين هذه الإقدام سوريا على الحرب ضد لبنان، هناك البيت الداخلي السوري مهزوز جدا، كون عندما أتى الجولاني إلى واستلم سدة الحكم في دمشق لم ينتبه إلى مسألة ترتيب البيت الداخلي بقدر ما هو هدم كل حجرة كانت ثابتة في البيت السوري. فهاجم بداية على الساحل السوري وقتل وبتر ما قتل، وأيضا على الجنوب السوري وما عمله أيضا في المناطق روجافاي كردستان. فإذا البيت السوري مهدوم، وإن حاول في الهجوم على الدولة الجارة سيهدم باقي ما كانت موجودة. عدا عن ذلك ما رأيناه في الفترة الأخيرة وما حدث من أحداث في مناطق ديرا زوري ومناطق الرقة، وكذلك في مناطق حمص، وخاصة الرقة وديرا زوري. ديرا زوري الذي وبمساعدة الأتراك حيث بعثوا لهم هذه الفيضانات، وما لم
تخربه الفيضانات، أنجزته أجاوزة النظام بحرق مزارع هؤلاء الفلاحين في دير زوري والرقة أيضا. إذن هناك نار تحت الرماد تشتعل في مناطق الرقة ودير زوري، وأيضا في حمص وحما، وأيضا في مناطق العلويين والجنوب. فستكون هناك تغييرات جيوسياسية هي لم تكن سوى عامل زمني. بالنسبة أيضا لموقع مناطق روجافا سيد يونس ضمن هذه التحولات، وهل يمكن أن تكون هذه المنطقة منطقة روجافا جزءا أيضا من التفاهمات التي ربما ستحصل، التفاهمات الإقليمية والدولية في الفترة القادمة؟ المنطقة الكردية ومنطقة كردستان برمتها، إن كانت كردستان باشور وإن كانت روجافا، اللذان يحظيان بنوعا ما من الاستقلالية، ليس فقط هي منطقة تهم الكرد والكردستانيين، بل هي أصبحت منطقة جيوسياسية تهم العالم الغربي وتهم أيضا الدول الإقليمية نوعا ما، منهم سلبية ومنهم أيضا إيجابية. فمن هناك حاجة لمنطقة عبور سهلة تكون ضمن الاستراتيجيات الدولية. فالعامل الجغرافي لروجافا وأيضا العامل السياسي لروجافا والكادر البشري الموجودة فيها باتت ليس فقط تهم الكرد وإنما أيضا العالم الخارجي. نعم، ندرك بأن الأمريكان كانت لهم فقط على علاقات جيوعسكرية مع الكرد، لكن باتت تهمهم أيضا المنطقة سياسيا هنا. يمكن أن لم يلعبوا فيها الدور إلى وصول الكرد إلى الاستقلال الذاتي، لكن تهمهم المنطقة أن تعم المنطقة الكردية بشبه حكم ذاتي في هذه المنطقة، نظرا لسياساتهم ولأطماعهم في المنطقة والمناطق المجاورة لها. بالنسبة أيضا للصراع الإيراني والإسرائيلي، لو نتطرق عليها، يعني إلى متى يؤثر التصعيد بين إيران وإسرائيل على مستقبل المنطقة؟ وبرأيك هل تتجه المنطقة نحو مواجهة أوسع أو إلى تفاهمات جديدة؟ رأينا قرب التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الطرفين، من جهة أخرى أيضا مع إعلان قرب الوصول إلى اتفاق، أيضا الرئيس الأمريكي يقول أنه أسقط طائرات مسيرة إيرانية. كيف يمكن فهم هذا التناقض في التصريحات الأمريكية جراء الوصول إلى هدنة من جهة وأحيانا إعلان الحرب من جهة أخرى؟ بداية هناك 3 رؤوس تقود هذه الحرب الظالمة في منطقة الشرق الأوسط: الرأس الأمريكي والرأس الإسرائيلي وكذلك الرأس الإيراني. هناك تناقضات وهناك خلافات بين الأهداف الإسرائيلية التي تنوي منها بالقضاء على الحكومة الإيرانية، وبين الأمريكي الذي يريد السيطرة على منابع النفط والغاز في هذه المنطقة. وأيضا الإيرانيين أو بداية باتوا يدركون بأن هناك انفاذ في العسكرة الأمريكية والإسرائيلية، أي أن إيران باتت لم تقهر أو باتت تدرك بأن الأمريكان والإسرائيليين لم يعد باستطاعتهم الانتصار عليها عسكريا، كون توفر ما زال لدى الإيرانيين كمية هائلة من الصواريخ ومن السلاح الجوي الذي بإمكانها أن تقصف كل ما تهم أمريكا وإسرائيل من المناطق الجيوسياسية التابعة لهم أو نقاط تواجدهم في دول المنطقة أهمها الخليجية. فلذلك إيران باتت تدافع عن نفسها في هذه الحرب. الأمريكان باتوا فقط يبحثون عن نقطة لتسجيل انتصار وهمي على إيران، وعن طريق التحالفات أو عن طريق العقود التي سيبرمونها معهم أن يحفظون على ماء الوجه وأن لا يخرجوا من هذا الحرب خاسرين.
الإسرائيليين يريدون القضاء على النظام الملالي في إيران لتكون لهم دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، ويمكن حتى أيضا تصل إلى مناطق الإيرانيين. لذلك هناك تناقض كبير وخلافات كثيرة غير الذي نراها على الشاشات. فطالما لا تحل هذه الخلافات من جذورها ستبقى هذه فقط مسألة الوقت. العقد الذي يريدون توقيعها هي فقط لمدة 6 أشهر، هي هدنة، تعد هدنة، فخلال هذه الهدنة يمكن أن تصبح أيضا خلافات أخرى كثيرة. المسألة لم تحل، بل أعطيت هدنة واتفاق على بعض النقاط التي يريدونها. أي هذه الاتفاق لم تحث على مسألة النووي الإيراني، كذلك نقاط كثيرة. ما حثوا عليه هو أن الأمريكان سيفرجون على 30 مليار دولار لإيصال الأموال المحجوزة، الأموال الإيرانية التي كانت محجوزة لدى الأمريكان. لكن بنفس الوقت يحاول الأمريكان بالضغط على دول الخليج أن دول خاصة الإمارات بأنها تدفع تكاليف الحرب هذه التي وقفت على الأمريكان للإيرانيين. فلذلك المسألة لا تحل، فإن بقت نظام الملالي على الحكم سيكون فيما بعد لها نتائج سلبية على دول المنطقة برمتها. إيران ستصبح البعبع الكبير في المنطقة، وخاصة في ضد الدول الخليجية التي كانت أو الدول التي كانت تساعد الأمريكان باستخدام أجوائها ضد الإيرانيين، إن كان الكويت والبحرين والإمارات والسعودية والأردن، وكل هذه الدول سيكون ضمن نيشان الإيرانيين فيما بعد. بالنسبة أيضا للدور التركي سيد يونس في مجمل هذه التحركات، ما الذي تريده تركيا اليوم من سوريا بالتحديد، من التحركات في السويداء؟ رغم بعدها الجغرافي عن السويداء نرى التدخل التركي دائما في الملفات السورية، وأيضا على التحركات التي نراها في الأردن ولبنان. تركيا اليوم ماذا تريد من هذه التحركات وأيضا من التغيرات الحاصلة في المنطقة؟ تركيا أولا بداية تدرك وتعرف بأن التغيير في الشرق الأوسط هي تشمل ليس فقط إيران وسوريا كما شملت العراق، بل تشمل أيضا فيما بعد تركيا. لذلك تركيا تحاول قدر الإمكان وضع حجرات عثرة أمام تقدم مشروع الشرق الأوسط الجديد. تركيا بداية كانت لا تريد الخير لإيران، لكن فيما بعد باتت تدرك بأنها هي المحطة الأخرى بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. لذلك تحاول قدر الإمكان أن تساعد ولو كانت خفيا، تساعد إيران بعدم السقوط والاحتفاظ بالحكومة الحالية، بالرغم من أنها لا توافق كل سياساتها مع سياسات إيران، وعلما أن تركيا هي عضو في حلف الناتو أي مع الأمريكان، لكنها تساعد الإيرانيين. كون سقوط إيران سيجعل من الكرد أن يصلون أيضا هناك إلى دفة الحكم مثل سابقتها في إقليم كردستان وأيضا في روج أفا. وهنا سيضطر تركيا بغض النظر من كل السياسات التي يمكن أن يكون ضدها، سيضطر إلى إعطاء حقوق نفسها للكرد في باكوري كردستان، أو لم يعطيها العفو إن لم يعطيها سيحصل الكرد أيضا بنفسهم على ويطالبون بنفس الحقوق في تركيا وباكوري كردستان. بالنسبة لتركيا وما يخص بروج آفا، قلت قبل الآن أي تغيير جغرافي أو سياسي في سوريا أو ضمن الخارطة السياسية الحالية في سوريا هي ستكون بالطبع لصالح الكرد. لذلك تحاول تركيا قدر الإمكان أن تحل مسألة
الجنوب السوري وجبل باشان بطريقة بحيث تبقى ضمن الإطار العائلة السورية، أن لا تنفصل من هناك. كون انفصال الجنوب السوري أو حتى الساحل السوري من سوريا سيقوي ورقة الضغط لدى الأكراد بأن هم أيضا سيتجهون، يمكن ليس نحو انفصال بما كانوا يؤولون إليه من الحكم الذاتي في هذه المنطقة الأقل. لذلك تركيا تحاول، ونتيجة ضغطها السياسي وأيضا المالي، مثل ما اشترت الكثيرين من الساسة ومنهم توم باراك الذين يحاولون قدر الإمكان تمرير السياسات التركية في هذه المنطقة. فتركيا ملمة كثيرا بالسياسة السورية بحيث أن لا يصبح الكرد قوة أساسية مثل ما كانوا في المنطقة. هل هنالك فرص يمكن أن تستفيد منها روجافا في ظل إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، ومن مطلوب اليوم من القوى والأحزاب الكردية لإعادة هذا الترتيب، وأيضا بالنسبة للتقدم في ملف القضية الكردية؟ من أهم النقاط الأساسية، نقاط القوة لدى الكرد، هو الاحتفاظ بالسلم الأهلي في البيت الكردي. وحدة البيت الكردي هي مسألة مهمة جدا، علما أن المنطقة العسكرية هي لدى قوى وحيدة موجودة وهي قوات سوريا الديمقراطية، أو ما الجهات الأخرى مثل يبهجة واليبهجة، والجهة الأخرى أو المعارضة الكردية ليست لديها تلك القوى العسكرية. لكن بالرغم من ذلك، كي لا يستخدما مثل ما استخدموا في تصويتهم، بعدم تصويتهم بل تعيينهم في البرلمان السوري باسم الكرد، أن لا نتطرق إلى هذه النقاط الضعيفة. يجب من جديد إعادة ترتيب البيت الكردي، وهذا مسؤولية تقع على عاتق السياسيين والإدارة الذاتية الكردية. بدونها لا يمكن تقدم وتطور البيت الكردي أو السياسة الكردية في روجافا مع دمشق. النقطة الأخرى والأهم لدى الكرد يجب أن يدركونها، بأن الحظ الكردي والحظوظ الكردية ضمن البيت السوري متوفرة، لكن كيف يمكن استغلالها؟ توفيرها هو من حظ الكرد، بأن هناك نقاط الضعف كثيرة لدى دمشق الآن، فهي على عكس البيت الكردي المتماسك، فإن دمشق بيت داخلي ليس لها أصلا بيت داخلي، فهي مجموعة هناك ومتدهورة، وقامت بهدم ما كانت مبنى. فهي هدمت جدار الساحل السوري من جهة، ثم هدمت جدار الجنوب السوري، وأيضا حتى البيت السني في سوريا باتت الكل على رماد منصهر، تحاول قدر الإمكان متى ستفجر الشارع من جديد. والنقطة الأخيرة والذي أصبحت تهدد الأمن السوري محافظتين، هي محافظة الرقة ودير الزور. دير الزور كانت على موعد انتفاضة، دير الزور والرقة على موعد انتفاضة بعد ما بين قوسين ما كانت تسمى بتحريرهما، على موعد من انتفاضة ضد النظام في دمشق، كونها خانتهم حسب نظرتهم، وباتوا جياعا منسيا في شوارعهم وحقولهم، ومنعوا من استخدام نفطهم. لذلك أتتهم بقدرة قادر هذا الفيضان عبر الاستخبارات التركية، ما قدرت الفيضان على طمرها ونفيها وخرابها أكملت عليهم بحرق مزارعهم. لذلك باتت البيت السوري نار تحت الرماد تنتظر فقط شعلة صغيرة لتشتعل. وهذه المخاوف وهذه النقاط الضعف الموجودة لدى السوريين، لدى البيت السوري، هي من صالح المناطق الكردية، لكن يجب أن يعلم كيفية استخدامها. الوجود الكردي ضمن البيت السوري حاليا في المنطقة الجغرافية هي مهمة أن تبقى أيضا في مطالبها الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي أو اللامركزية التي كانوا يطالبون بها
منذ البداية. نعم سيد يونس، أيضا لو ننتقل حول الاقتصاد والطاقة في هذه الصراعات وأيضا تحركات الدبلوماسية، إلى أي مدى أصبحت مشاريع الطاقة والممرات التجارية عاملا أساسيا في رسم التحالفات الجديدة في المنطقة؟ يعني المنطقة الكردية وما يسمى ميزوبوتاميا كانت في العالم القديم وإلى يومنا هذا هي نقطة التجارة العالمية ونقطة التلاقي ونقطة الثقافات وكل هذه المنطقة، وبدون المرور من المناطق الكردية لا يمكن الاستغناء عليها. حتى أيضا يعني رأينا بأن تركيا قد حولت الخط التجاري التي كانت تمر عبر بوابة إبراهيم الخليل إلى كردستان باشور ومنها إلى العراق، حولتها إلى المناطق السورية. فمن أين تمر من جريسبي وأيضا من سريكانية وأيضا من المناطق الكردية. فإذا المناطق الكردية وكردستان إن كانت روجافا وإن كانت باشور وحتى إن كانت باكور هي نقطة تلاقي التجارات العالمية ونقطة تلاقي الخطوط. وأيضا لو رأينا بأن من أين تمر تي 4 هي النقطة الأساسية التي يمكن في المستقبل القريب التي ستصبح أنابيب وصل الغاز والبترول من بترول كركوك والموصل إلى بانياس في الساحل. فالتي 4 هي البواري أو خطوط نقل البترول القديمة اللي كانت في ستينيات القرن الماضي تجلب الغاز والبترول من حقول كركوك، تمر أيضا من مناطق غرب كردستان أو روجافا إلى أن تمر في هذه المناطق. فبدون حل المسألة الكردية أو الوصول مع الكرد في هذه المنطقة إلى حل سياسي جغرافي لن تبقى المنطقة في أمان، وبات الكل إن كانوا تجار هذه المنطقة وإن كانوا أيضا سياسيين وإن كانوا حتى السياسيين الدوليين مثل التحالف الدولي يدركون مدى أهمية جغرافيا الكردية وأيضا الكادر البشري والسياسي الكردي في هذه المنطقة لا يمكن الاستغناء عنه. نعم سيد بهرام، يعني بالنسبة للقضية الكردية اليوم، يعني برأيك ما هي العقبات التي تعرقل أي مسار سياسي لحل القضية الكردية، والحاجة أيضا إلى مرجعية كردية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الشرق الأوسط؟ بداية على الكرد أن يدركوا مدى أهمية المرجعية الكردية. رأينا عندما حاول الجولاني مع تركيا بالحرب ضد روجافا وقامت القيامة، ملايين البشر يوميا كانوا في الشوارع ينتفضون من السليمانية إلى هولير إلى آمد إلى روجهلات كردستان وحتى دكت شوارع أوروبا. بات العالم مذهولا أمام الوحدة الكردية، وباتت أيضا عندما كانوا يرون بأن الاجتماعات الرباعية التي كانت لن تفضى في هولير كان يجمع الجنرال مظلوم عبدي وأيضا أكراد أو كرد مسؤولين من آمد وأيضا من هولير والسليمانية، وحتى مشاركة واستشارات روجهلات كردستان كانت لهم فيها دور. فرأينا بأن الوحدة الكردية والمرجعية الكردية التي بدأت من هولير لعبت دورا أساسيا، وإن لم تكن تلك المرجعية فيمكن أن كنا نكون في روجافا في مكان آخر، وحتى أيضا يمكن كان تلعب دور سلبي لولاها أيضا حتى في باشور كردستان. فلو استطاعوا أن يقضوا على روجافا كانوا سيجتازون الحدود أيضا إلى باشور، وهذه كانت الخطة التركية. لذلك علينا أن ندرك بأن إعادة النظر في مسألة تقوية
البيت الكردي والمرجع الكردي الذي باتت لابد منها بالنسبة لنا كرديا. فالوحدة الكردية والمرجعية الكردية التي تجمع ما يقارب 70 مليون كردي في هذه البقعة الجغرافية لا يمكن للدول التحالف أن تستغني عنها، لا في جغرافيتها ولا في كثافتها السكانية في هذه المنطقة. والكرد باتوا قد أثبتوا أيضا وجودهم في هذا المنطقة، إن كانت عسكريا وإن كانت إداريا كسروا تلك الصمت الذي كانت إلى تسعينيات القرن الماضي بأن الكرد ليسوا رجال دولة. فرأينا ما بنته أربيل، ورأينا ما بنته أيضا السليمانية، وأيضا في روج آفا بدأوا في إعادة البناء، في إعادة الإعمار عندما أصبحت لديهم الإدارة الذاتية. فإذا بات العالم يدرك بأن الكرد أيضا لديهم رجال دولة، وأيضا لديهم القدرة في بناء الدول وشن وتشكيل علاقات دولية أيضا. وأيضا على الساحة العسكرية الكرد الوحيدين في العالم الذين ساعدوا دول التحالف في القضاء على أكبر قاعدة عسكرية إرهابية كانت تابعة للإرهابيين، هم الذين انتصروا عليهم، كانوا دواعش وأن كانوا أيضا حركات إرهابية أخرى عبر الحدود. فالكرد هنا باتوا نقطة ثقيلة في كفة الميزان السياسي العالمي، لكن ما ينقص الكرد هو الحنكة السياسية الجمعية. فيجب على الكرد تقديم رجال سياسة ذو كاريزما سياسية، والذي يمكنهم في المشاركة والمواظبة في الأعمال الدبلوماسية على الساحة العالمية. نعم سيد يونس، لو أيضا نتحدث عن القضية الكردية في تركيا، يعني كيف تقيمون عملية السلام والمجتمع الديمقراطي؟ لم نرى أي خطوات عملية من قبل الدولة التركية، وأهمية حل هذه القضية في ظل التحولات أيضا التي تشهدها المنطقة. أرى بأن الكرد في باكور كردستان هم جديين وهم مؤمنين بحل المسألة الكردية ضمن الجغرافيا ما يسمى بالجمهورية التركية، بأنها يريدون حلها. فدائما لديهم مبادرات جديدة بحل وتقديم قليل من التنازلات للجمهورية التركية لأجل الوصول إلى بر أمان سلام بين كلا الشعبين في هذه المنطقة. لكن ما أراه أنا بأن الدولة التركية ليست جادة في هذه، فهي فقط تريد أن تستغل الوقت إلى أن تدرك أين تتجه الرياح، لصالحها في المنطقة أم لغير صالحها. فإن كانت لصالحها فستعمل كما سابقاتها من الاتفاقيات مع الكرد وستنقض الوعد، وإن كانت الرياح تجري ضد سفنها فهي ستقوم بإعطاء بعض الحقوق للكرد، أو يمكن أن نصل إلى اتفاق. لكن تركيا هي تريد فقط الاستفادة من الوقت إلى أن تدرك بأنها أين تسير بالسياسات الدولية. هل ستسير أيضا ضد تركيا كما كانت في إيران، أم ستكتفي وستبقى أمام حدودها موقوفة؟ حينها ستدرك بأن لا حقوق للكرد لديهم. لكن القضية الكردية باتت قضية رئيسية أيضا ضمن أروقة الدول العالمية، والقضية الكردية ضمن جغرافيا التركية هي أيضا لم تقف فيما بعد عند حدود سياسة أردوغان. سياسة أردوغان كونها أيضا هناك تراكمات
سياسية كثيرة ومغالطات كثيرة ضمن داخل البيت التركي. البيت التركي هي باتت أيضا مهزوزة. لم يثق الكثيرين منهم بعد بسياسة أردوغان، وهناك تغييرات كثيرة خاصة ما حصلت بينها وبين المعارضة التركية ذاتها من جهة، وأيضا باتت تخالفها أيضا حزب القوميين أو الذئاب الرمادية. أيضا البيت التركي أيضا باتت تدرك بأنها مهزوزة، خاصة وأن الاقتصاد التركي هي قد انهارت. الليرة التركية باتت الدولار مقابل الدولار 50-55 ليرة، فالأسواق التركية باتت عتمة، وتأثير الاقتصاد المنهار تؤثر أيضا على السياسة التركية التي لابد من التغيير هناك أيضا. نعم سيد يونس، إذا كانت الدولة التركية تدرك المخاطر التي تحاك بتركيا وتدرك أيضا أهمية السلام في هذه المرحلة وما يمكن أن يحققه من استقرار داخلي وأيضا إقليمي، اليوم ما هي الجهات أو القوى برأيك التي تعرقل حل هذا المسار؟ وتركيا هي التي طلبت من القائد عبد الله أوجلان لإيجاد حل للقضية الكردية. يعني تركيا كانت تخاف بأن الكرد سيتحالفون مع الدول الإقليمية مثل إسرائيل وأيضا اليونان والقبارصة الذين هم باتوا يتربصون لتركيا عليها. اليونان باتت تحاول أن تسيطر على كل الجزر اللي كانت تابعة لها، وهي ما زالت تابعة لها، لكن تركيا كانت تعمل دائما مشاكل مع اليونان من أجل هذه الجزر، فهي حشدت بكل حشوداتها العسكرية إلى حدود هذه الجزر. تركيا باتت تخاف من أن تشن حرب هناك، وأيضا القبارصة اليونانيين باتوا على وشك بدء مناوشات مع تركيا في هذه المنطقة، والتهديدات الإسرائيلية التي تهدد تركيا من أجل عدم تواجد تركيا في الدولة السورية. كون تواجد تركيا في ضمن الجغرافيا السورية هي ستكون ممزوجة بأحزاب إسلامية راديكالية مثل جبهة النصرة ومثل بقية الأحزاب، مثل بقية الفصائل التي المرتزقة التابعة لتركيا، والتي تشكل فيما بعد خطر أساسي على الوجود الإسرائيلي. لذلك كل هذه المخاوف التي تخيف تركيا باتت هي تدرك بأن لابد من ترتيب البيت الداخلي الذي من الممكن إن حصل شيئا ما حربا خارجية ضد تركيا، فالكرد هم الوحيدين الذين سيقسمون الظهر التركي نظرا لقوتهم إن كانت عسكرية ووحدتهم شعبا في هذه المنطقة، لا خوفا على أي شعوب أخرى غير الكرد في هذه المنطقة ضد تركيا. لذلك حاولت تركيا أن تتقرب من الكرد ضمن إطار سياسي تعالوا لنستعيد الحريات بشكل سلمي. لكن مثل ما قلت قبل الآن بأن تركيا تحاول الاستفادة من هذه الوقت إلى أن تعرف إلى أين تتجه هذه الحروب ضد تركيا. نقطة أخيرة سيد يونس قبل أن نختتم هذه الحلقة، بالنسبة أيضا لموقع إقليم كردستان في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، كيف تقرأ أيضا وضع إقليم كردستان؟ وضع إقليم كردستان هو مرتبط مباشرة بوضع روجافاي كردستان، وبالعكس أيضا روجافا معتمدة أيضا، فإن حلت لا سمح الله بشيء بكلا الجانبين فلا يمكن التقدم من الجهة الأخرى. رأينا خلال فترة 14 سنة الحرب السورية كانت المنفذ الوحيد لروجافاي كردستان أن تتنفس منها، سواء كانت سياسيا عسكريا أو حتى غذائيا، فكانت السلة الغذائية لروجافا هي بوابة
سيمالكا. فأيضا رأينا قبل الآن تكلمنا فيها بأن عندما حلت الكارثة من دمشق على روجافا فكانت بوابات أربيل مفتوحة وأصبحت المرجعية الكردستانية في هذه المنطقة. لكن لا سمح الله إن حصل شيئا لروجافا فلن تقف الفلول التي تهاجم روجافا على حدود ضفة دجلة، بل ستعبر دجلة مثلما الجولانيين ومثلما الدواعش عملوها في الموصل. لم تقف فقط في الموصل على حدود الموصل بل وصلوا إلى بوابات بغداد. لذلك القسمين يدركون معا بأن كل وجع في أي منطقة ما كانت ستؤثر أيضا المنطقة الأخرى. كردستان باشور هي الركيزة الأساسية للبناء عليها في كافة أطراف كردستان، إن كانت في روجلات وإن كانت في روجافا وإن كانت أيضا حتى في باكور. فباشور تلعب دورا أساسيا أيضا في مجريات عملية السلم التي يجرونها بين تركيا وبين حزب العمال الكردستاني في باكور كردستان، وتلعب أيضا الدور بين دمشق وبين روجافا. ولها أيضا اليد الطولي في التعامل مع الحكومة الإيرانية، حكومة الملالي والحركات الكردية في روجلات كردستان. لابد الحفاظ على كل منطقة وعلى كل شبر كردستان محررة، فهي تهم كل كردي وكل كردستاني ولا يمكن الاستغناء عنها أو الاستصغار بها. حتى وأن كنا أيديولوجيا لم نتفق، لكن هي كردستان ومناطق محررة وقياداتها قد حرروها، ولا بد من تصحيح أو تبني البيت الكردي الموجود. نعم، انتهى وقت البرنامج. أشكرك جزيل الشكر السيد يونس بهرم رئيس المنتدى الألماني الكردي على مجمل ما تفضلت به من معلومات وإيضاحات حول التغيرات في الشرق الأوسط. شكرا لكم أيضا. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.